يا ترى ايه اللي بيحصل في جسمك بالظبط لما بتشرب حاجه فيها كافيين زي القهوه او مشروبات الطاقه مثلا؟ اخواننا بتوع القهوه كالحب قليل منه لا يروي والكثير منه لا يشبع يركنوا على جنب دلوقتي عشان احنا داخلين في سكه طويله شويه. في الحقيقه الكافيين او القهوه او مشروبات الطاقه بيستخدمها اكتر من 80% من سكان العالم. ده ان دل على شيء دل على ان وجودها مهم في حياتنا اليوميه. انا شخصيا راجل بيستهلك الكافيين من الشاي وما اعرفش اقضي يومي من غير الشاي، وسيادتك وسيادتها كلكم معتمدين على الكافيين بشكل رئيسي عشان التركيز وتصحصح. لكن يا ترى الصحصحه دي جايه منين؟ اول ما بتشرب كوبايه القهوه بتاعتك او اي مشروب فيه كافيين بيبتدي ان هو يعدي على الجهاز الهضمي بتاعه وبياخد مساره عادي جدا، والامتصاص ده بيقعد مده تقريبا حوالي ساعه عشان يوصل لاعلى مفعول ليه. ولو عايز تخلي المده اقل شويه ففي حاجه تانية اسمها الكافيين جم او لبنه الكافيين او مستكه الكافيين، دي انتشارها اسرع وفي نص ساعه. بس عشان تفهم رحلته وطريقه فاول حاجه لازم يقابلها الكافيين في الجسم هو العمود الفقري لوظائفك الحيويه كلها، مش العمود الفقري بتاعنا، لا هو الكبد. وهنا الكافيين بتبتدي تمسك في بروتينات البلازما بتاعت الكبد عشان تبتدي ان هي تكمل رحلتها. طب وبعدين؟ وعشان اقول لك بعدين في خاصيه عند الكافيين لازم تكون عارفها كويس، وهي الليبوفيليك، وهي دي اهم خاصيه عشان تخليه يعدي البي بي بي، وهو الحاجز الفاصل ما بين جهازك العصبي والدم. ومعنى ان هو مسموح له انه يعدي للجهاز العصبي عن طريق الحاجز ده من الدم، يبقى كده هيقدر ياثر على السي ان اس او الجهاز العصبي المركزي، وهي دي الساعه اللي بياخدها الكافيين علشان يبتدي يبان تاثيره وتبتدي انك تفوق وتركز. طب ده بيحصل ازاي؟ ايه علاقه ان الكافيين يعدي للجهاز العصبي فبتفوق لوحدك؟ لا اكيد في حاجه بتحصل. طب الكافيين عدى البي بي بي دخل على الجهاز العصبي بتاعك سي ان اس فوقك. طب ده بيحصل ازاي؟ هنا تيجي كلمه السر، حاجه اسمها الادينوسين. الادينوسين ده ليه مستقبلات عندنا في المخ هي المسؤوله عن النوم وتنظيم الدوره الدمويه وشويه حاجات تانية كده. هنا بقى الكافيين يبتدي يخش يقفل الريسبتورز او المستقبلات بتاعت الادينوسين، فتقلل عندك الاحساس بالنوم. معنى كده ان هي مش بتفوقك، لا دي بتاثر على المستقبلات اللي هي المفروض تنيمك، فبالتالي بتحس انك فايق اكتر ومركز اكتر. وهي دي التركايه. ولحسن حظنا ان الكافيين متوفر دلوقتي حوالينا في كل حاجه، مليون مشروب ومشروب فيه الكافيين، وشكرا فعلا ان هو موجود في حياتنا. بس في قاعده مهمه صغيره لازم تكون عارفينها، وهي ببساطه القاعده رقم 0. القاعده رقم 0 دي ممكن تمشيها على اي حاجه في حياتك. اي حاجه لو زادت عن حدها او قلت عن حدها المطلوب هتكون ضاره بكل تاكيد، ممكن في بعض الاحيان تكون مميته. فبناء على القاعده دي لو قلت لك ان متوسط جرعه الكافيين في اليوم هي 400 مللي جرام، اللي هم تقريبا كوبايتين قهوه صغيرين او كوبايه قهوه كبيره، دي جرعه مفيده جدا لجسمك، هتفوقك، هتنشطك، هتجري الدوره الدمويه بتاعتك. في خلال ساعه من الجرعه دي انت مش محتاج حاجه تانية عشان تكون فايق ومركز في شغلك او في دراستك او مذاكرتك او اي حاجه تانية. لكن زياده عن كده كل يوم خطر، وممكن في حالات يسبب مضاعفات احنا مش قدها. وعد معايا: ارق، رفع ضغط الدم، عصبيه ملهاش اي ستين لازمه، وجفاف. واوعى تستهون بالجفاف ده، وده مش كلامي، كلام منظمه الصحه العالميه. ففي النهايه اللي انا حابب اقوله، الكافيين مفيد بس ما يزيدش عن حده. بس في حاجات تانية ممكن تكون احسن من الكافيين، انك تنام، تنظم نومك كويس وتنظم يومك وتاخد بالك من صحتك وتلعب رياضه، وهتبقى 100 100.